السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده عملت شوربه خضار لشهر رمضان، بقى تعملوها على طول ومفيده وصحيه كمان. هيبقى معتمد على طول على سفرتنا في رمضان ان شاء الله. صحي كمان ومفيد يا جماعه، وكلته بروتينات ما شاء الله. الطريقه تحفه، هتعجبك ان شاء الله. حتى لو ما فيش شوربه هتعمليه من غير شوربه، جميل ومفيد وطعمه كمان في نفس الوقت رائع. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجة جبت بقى حلة على النار، ونزلت بمعلقة صغيرة خالص من السمنة او الزبدة. ما نكترش يا جماعة لان هيبقى فيه شوربة، يعني ما نبقاش المادة الدهنية تبقى كتيرة قوي. فانا جبت بصلاية بقى متوسطة كده وبشرتها، نزلت بيها كده، اديتها تشويحة حلوة كده مع السمنة او الزبدة. ونزلت بطماطمية واحدة بس، بشرتها في المبشرة ونزلت بيها عشان تديها يعني ايه، لون حلو كده، ما يبقاش لون ابيض خالص، يديله لون زي لون الاورنج كده. معايا بقى الخضار بتاعي عبارة عن كوسة وبسلة وجزر وبطاطس برضو وفاصوليا خضراء. وكل ده قطعته كده الى مربعات صغيرة كده، ونزلت بيه كده في التشويحة. حطيت برضو بطاطساية واحدة كبيرة، قطعتها برضو معاهم كوسة وبطاطس وجزر وبسلة. اي نوع خضار عندك حطيه براحتك انتي. حطيت بقى كل الخضار بتاعي كده، وبدأت اديله تشويحة حوالي عن 5 دقايق كده او 10 دقايق. سبته على النار كده مع البصلاية تتشوح، والطماطمية اللي انا بشرتها سبتهم يتشوحوا حلو كده مع بعض. وبعد كده بقى جبت الشوربه بتاعتي، دي شوربه فراخ يا جماعه. جبت الشوربه بتاعتي وبدات ازود الخضار بتاعي كده بالشكل ده. مفيده جدا وطعمها جميل ما شاء الله، هتعجبك. شوفوا اللون بتاعها زي اللون الاورانج كده، يعني لون حلو كده، مش باهت ولا زي الميه كده. لا، اللون بتاعها جميل يفتح النفس. اديتها بقى، سبتها لحد ما استوت تماما بالشكل الجميل ده، وغرفتها بقى بالشكل ده وقدمتها لولادي. جميلة ما شاء الله وصحية ومفيدة كمان في نفس الوقت، فيها كل الخضار اللي انتي بتحبيه. طعمها رائع. يلا بقى اكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي. تحفة يا جماعة، هتعجبكم. لايك وشير بقى لو عجبكم الفيديو.